الشاي والقهوة تقريبا مفيش حد في حياتنا مش بيستخدمهم، سواء انت بتشرب قهوة مثلا او مدمن عليها او حتى ما بتشربهاش. اكيد بتشرب اي منتج يحتوي على كافيين زي الشاي مثلا او حتى الشاي الاخضر، وما تقلقش ان هو ده محفز طبيعي وبيزود التركيز عندك نتيجة الكافيين بيعمل كده. بس للأسف ممكن يعمل حاجة اسمها عندك نقص الحديد او يقلل امتصاص الحديد، وده طبعا المعروف مع الشاي. اللي مثلا اي حد يجي يقول لك ما تشربش شاي كتير علشان بيكسر الحديد في جسمك ومش بيمتص الحديد اللي انت بتاخده من الاكل. فاحنا بقى النهارده هنتكلم عن الموضوع ده كويس جدا، وهنعرف هل فعلا الكلام ده صح ولا لا، وحتى لو صح ازاي انا اقدر امنعه واقلله على قد ما اقدر. عايز اصدمك كده واقول لك ان فعلا في دراسات اتعملت وقالت ان انت لو شربت شاي او قهوه كتير ده فعلا بيقلل من قدره جسمك ان هو يمتص الحديد. وفي دراسه برضو اتعملت وقالت ان انت تشرب كوبايه قهوه واحده مع وجبه مثلا زي الهمبرجر اللي هو الفاست فود مثلا، ده بيقلل قدره جسمك ان هو يمتص الحديد بنسبه 39%. ونفس الكلام لو انت اكلت نفس الوجبه برضو بس مع الشاي، فده بيقلل قدرة جسمك ان هو يمتص الحديد بنسبة 64%. يعني مثلا كل ما تشرب قهوة وشاي بصورة اكبر، كل ما قدرة جسمك على امتصاص الحديد هتقل بصورة اكبر. بس برضه عايز اطمنك واقول لك ان مش الكافيين ده لوحده او الشاي او القهوه ده اللي بيقلل امتصاص الحديد في جسمك، لان في دراسه اتعملت وقالت ان تقريبا 6% من امتصاص الحديد بيحصل مع الكافيين. فمعنى كده ان دي مش نسبه كبيره قوي يعني، وان في عوامل تانية برضه ممكن تاثر على امتصاص الحديد في جسمك. لانك برضه لازم تحط في اعتبارك ان تاثير او امتصاص الحديد ده في جسمك بيكون مرتبط ارتباط تام جدا بان انت بتشرب الحاجه دي امتى وازاي. يعني مثلا ان انت تشرب القهوة او الشاي بساعة واحدة قبل الوجبة ده مش هيأثر بنسبة كبيرة جدا على امتصاص الحديد في جسمك. وان برضو في حاجات تانية بتأثر على امتصاص الحديد في جسمك وليها علاقة بالتغذية، لان عملية امتصاص الحديد دي عملية معقدة بتحصل جوه الجسم، فبرضو التغذية ممكن تأثر عليها بصورة كبيرة جدا زي ما هتعرف دلوقتي. وان في دلائل مؤكدة ودراسات اتعملت وقالت ان الاكل اللي انت بتاكله ده بيأثر على امتصاص الحديد او لا. مش الكافيين او القهوة او الشاي اللي انت بتستهلكه، لا ده ممكن كمان الاكل اللي انت بتاكله يأثر على امتصاص الحديد بتاعك. احنا مثلا لو جينا قارنا الاكل موجود في الحديد ده بيبقى موجود في نوعين من الاكل، او بيبقى الحديد ده نوعين، حاجة اسمها هيم ايرون وحاجة اسمها نون هيم ايرون. النوع الاولاني ده اللي هو الهيم ايرون ده بيكون موجود مثلا في انسجه الحيوانات او اللحوم اللي احنا بناكلها، زي مثلا اللحوم الطبيعيه اللي احنا بناكلها والدواجن وحتى السي فود مأكولات البحر. اما النوع التاني بقى اللي هو النون هيم ده بيكون موجود في النباتات او الحاجات اللي هي بتطلع من التربه زي الخضروات مثلا، او الحاجات اللي فيها بروتين بس بروتين نباتي. بس الفكره بقى في النوع التاني اللي هو النون هيم ده اللي هو بيكون مثلا موجود في النباتات او الاكل الخارج من التربه، ده بيكون غير مستقر وبيتاثر بعوامل غذائيه تانية كتير، وبالتالي بيتم امتصاصه بنسبه من 2 ل 20%، على العكس طبعا بالنوع الاول اللي هو بيتم امتصاصه بصوره احسن واسرع ومش بيتاثر بعوامل تانية كتير، وده بيتم امتصاصه تقريبا بنسبه 15 ل 30%. فعلشان كده طبعا النوع الاول احسن بكتير اللي هو الهيم ايرون اللي بيكون موجود في الحيوانات او اللحوم اللي احنا بناكلها. وبالتالي كده لو انت بتشرب قهوه او شاي كتير فبيكون تاثيرها قليل شويه لو انت مثلا شخص بتهتم بالبروتين اللي انت بتاخده، ما بتاكلش بروتين نباتي بصوره عاليه جدا او ما بتفضلش البروتين النباتي عن الحيواني. علشان كده مثلا لازم يكون عندك نظام غذائي متوازن، ما ينفعش ان انت تكون نباتي بس، ما ينفعش ان انت تكون بتستهلك لحوم بس، لازم يكون في توازن ما بين الاثنين. بس برضو ما تقلقش ان انت برضو لو بتستهلك فيتامين سي في الاكل اللي انت بتاكله وكمان بتهتم بالبروتين الحيواني، فده تقريبا كده بيقلل العمليه السلبيه اللي بتحصل عند الايرون اللي هو النون هيم او النوع الثاني من الحديد، وبالتالي ده بيحسن عمليه الامتصاص شويه وبيقلل العمليه السلبيه اللي حصلت هنا. وهي طبعا نيجي للنقطه بقى اللي وراها، الناس كلها عايزه تعرف اجابه السؤال ده، وانا فعلا لازم اقلل استهلاك الكافيين والقهوه والشاي عشان ما يجيليش امتصاص الحديد ولا لا؟ في دراسة اتعملت وقالت ان القهوة والشاي والكافيين والحاجات دي مش بتأثر بالصورة اللي انت فاكرها او اللي انت متخيلها نتيجة استهلاكهم بكمية كبيرة، وان في طبعا عوامل تانية زي ما قلنا عليها اللي هي التغذية، وان انت تاخد الحاجات دي امتى وازاي، وان الاشخاص اللي هم بيدرجوا في الوجبات بتاعتهم فيتامين سي مثلا، وكمان بيحطوا اللي هو الايرون هيم اللي هو النوع الاولاني اللي موجود في اللحمة والدواجن والسي فود، فده بيقلل بنسبة كبيرة جدا ان هم يحصل لهم عدم امتصاص كفاية للحديد. بس الناس بقى اللي هم بيكون عندهم نقص في الحديد ده او حاجة اسمها الانيميا، وده ان فعلا جسمه مش قادر يمتص الحديد، فهنا في شوية ستيبس كده لازم ياخدها ولازم يعملها. اول حاجة طبعا ان هو لازم يقلل الكافيين والقهوة والشاي بصورة عالية جدا.
تاني حاجه مثلا ان هو لو هيشرب مثلا كافيين او قهوه فلازم يكون ما بين الوجبات، عشان بس يتاكد بنسبه كبيره جدا ان هو لما يجي يشرب قهوه او كافيين فبالتالي يكون في فعلا حديد جسمه امتصه، وبالتالي القهوه والكافيين دي ما تقدرش تغير من تركيبه جوه الجسم. زي ما قلنا ان هو الحديد النوع الاولاني اللي هو الهيم اللي بيكون موجود في البروتين الحيواني. برضو تالت حاجه تقدر تعملها ان انت على الاقل لازم تستنى ساعه بعد الاكل عشان تتاكد ان حصل امتصاص شويه نتيجه الاكل اللي انت اكلته. ورابع حاجه بقى ان انت هتستهلك بروتين حيواني اكتر ودواجن اكتر وسي فود اكتر، وبالتالي علشان كده تضمن ان انت جسمك اخد الحديد اللي هو الهيم اللي هو النوع الاولاني اللي ما بيحصلوش تغير او مستقر اكتر نتيجة شربك للكافيين أو الشاي. وخامس حاجة برضو إن أنت هتزود البروتين في أكلك، والنقط دي كلها تقريبا مرتبطة ببعض. أما بقى سادس حاجة فهتاكل الأكل طبعا المدعم بالحديد. وآخر حاجة إن أنت هتاكل أكل فيه كالسيوم كتير، وخصوصا الشوفان والحبوب مثلا زي الكورن فليكس والحاجات دي كلها بتحتوي على حديد وكالسيوم. فكون إن أنت بس توقف قهوة او تزودها دي حاجه ترجع لك، بس انت هنا لازم تعمل نظام غذائي متوازن. حتى لو انت بتشرب قهوه كتير او شاي كتير لازم تتاكد ان انت بتاكل كويس عشان ما يحصلكش عمليه ديفيشنسي او ان الحديد اللي في جسمك ده يقل او قدره الجسم على امتصاصه تقل. وخليك فاكر كده انت كل ما تزود القهوه والشاي كل ما الامتصاص بتاع الحديد هيقل، بس لو انت دخلت في النص اللي هو عامل الاكل بتاعك. واحنا كده بقى وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك واعمل شير عشان كل الناس تستفيد من الفيديو. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.